محكوم علينا بالاعدام. كل مره يجي ملك الموت يجبد واحد من الزنزانه يقول له انت روح اليوم ننفذوا فيك كل يوم. ودالتنا جايه ولا ماشي جايه؟ 100% جايه. روح انت شك فيها. احنا هكذا ثاني رانا في الحبس كبير في الدنيا. قال النبي عليه الصلاه والسلام الدنيا سجن المؤمن. احنا رانا في حبس كبير هكذا، وكل يوم يجي ملك الموت يدي. احنا محكومين كامل علينا، كل نفس ذائقة الموت. هذا هو الحكم، ما فيش تكسار شرع. هذا الحكم تاع ربي، كل نفس ذائقة الموت. هذا هو الحكم، الإعدام علينا كاع نموتوا. ومن بعد يجي ملك الموت كل يوم يجي للدنيا، يجي الحبس هذا تاع الدنيا هذا ويرفد الناس. انت ارواحوا تروحوا نفذوا فيكم الإعدام اليوم. ينفذ فينا الإعدام بلا ما يخبرونا، ما يقولوناش ليلة من قبل ولا ساعة من قبل. ويجيبوا مساجين جدد اللي هما المزيودين جدد اللي زادوا جدد، هذوك المواليد الجدد اللي قال فيهم كما قال ابن القيم رحمه الله: فهذا مهنأ بمولوده وذاك معزز بمفقوده. هكذا الحياة هذه هي. فهي الدنيا هي عبارة عن سرطان كبيرة ويأكل في الناس أو يأكل فينا بالعقل وإحنا ماناش فايقين. والسليم فينا والإنسان الفاطن فينا أنه يدرك أن الموت راه جاي، وأنا سينفذ فينا حكم في أي لحظة. ويبدأ يوجد في نفسه ويبدأ يقول هذه لا نسحقها، أما راح يديوني، أما يحدوني واحد المكان، هذه نسحقها خليها تروح تسبق، وهذه تاني نحتاجها أبعتها، وهذا ذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أبعته مليح ثقيل في الميزان. وكاين هذه سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله. بقيت الصالحات ملاح مالا أبعت يروحوا. الصدقة يوم القيامة الإنسان تحت ظل صدقته، وما كاش حاجة تطفي غضب الرب كما الصدقة. صدق ابعت وين جات ابعت فرصة فرص أقدر أتعامل معها هذا بهالطريقة. الصلاة نور أبعت نحتاج النور يوم القيامة ابعت فقط. دعاء بعد الأذان شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم نحتاجها يوم القيامة. قالوا لنا بلي جيبوا معكم حاجة تكسبوا بها الشفاعة، أنا ندي معايا ديرها قائمة تحتاجها يوم القيامة. وش نحتاجه يوم القيامة؟ رضا الرب، وش باش يرضى ربي علاه، وش يسحق من عندي ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر الله، الاستغفار، هادو كاع نديهم معايا نحتاجهم. قالوا لنا باللي هيك واحد ما يمد خوه، قالوا لنا وراح يدونا واحد ما يقدر يسلف من عند واحد. بصح تقدر في البكالوريا يقول لك جيب معك سياله خضراء سياله حمراء قلم رصاص هذه وبعد كي تروح تقول له والله ما جبت معليش تلفوا لي واحد يعطيك يقول لك هاك ماشي مشكله عادي. بصح في يوم القيامه قالوا لنا جيبوا معكم الاستغفار، جيبوا معكم الصلاه، جيبوا معكم الزكاه، جيبوا معكم الحج اركان الخمسه كامله، جيبوا معكم رضا الوالدين، جيبوا معكم القلب السليم الا من اتى الله بقلب سليم. قالوا لنا جيبوا معكم بزاف دوزان. احنا هذو لازم نوجدوهم ندوهم معنا. ما تقدرش يوم القيامه وليدك لو كان يوقف امامك تقول عباك والله غير نسيت الاستغفار ما جبتوش معايا، يقول لك والله غير عندي غير تاعي يعني يا ربي انا لا يقبلوا لي لا يكفيني ما على باليش. ما يقدرش يعطيك وليدك. تقول بصح انا كنت نوكل عباك تعبت على جالك ما قدرتش نستغفر في الدنيا، وعلى جالك ما كنتش نصلي، وعلى جالك كنت دائما مشغول الصباح الليل ورايح وكذا باش نوكلك تتقرا. يقول لك انا والله غير ما نقدرش انا ثاني. وبعد جبت ولاد موراك يقول لك انا ثاني جبت موراك اولاد وخربتها وكذا، ومن بعد ولادي ما حبوش يعطوني ثاني، وتبقى انت هكذا. لازم انت والله غير لازم انت اللي تلم وانت تبعتهم دركا وتقول يا ربي خليهم لي عندك كي نجي نسحقهم نحتاجهم. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذه قدمت ابعت وش تقدر تبعت خليهم يسبقوا عند الله عز وجل. اما وش راح تخلي هذاك اللي راح تخلي. هذا التصور تاعنا احنا يا ربي كي قلنا وسارعوا سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة